أنا أريد أن أسمي الأشياء بأسمائها. حينما يجري الحديث عنا بعضنا يقول أتباع مذهب أهل البيت، لا، نحن شيعة علي والحسين. لماذا نخجل أن نقول نحن شيعة علي والحسين؟ فكلمة الشيعة أعطاها ومنحها رسول الله لنا حينما قال لعلي: يا علي، لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك ومن طهورك ما يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في القيامة وهم جيراني. إنما يذبحوننا لانتمائنا إلى رسول الله، إنما يذبحوننا لأننا من شيعة علي، لأننا من شيعة الحسين. والغريب أن ما من حادثة تقع وما من جريمة ترتكب إلا وتسجل ضد مجهول. حينما قتلوا آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم سجلت ضد مجهول. حينما فجروا كربلاء في يوم عاشوراء سجلت ضد مجهول. حينما فجروا صحن الإمام الكاظميين سجلت ضد مجهول. حينما نسفوا قبة العسكريين سجلت ضد مجهول. حينما ضربوا مدينة الصدر سجلت ضد مجهول. حينما قتلوا إلى الآن 26,000 من شيعة الحسين ومن شيعة أمير المؤمنين، كلها سجلت ضد مجهول. أنا أريد أن أسألكم، هؤلاء الكفرة الإرهابيين لو أنهم نازلون من المريخ فلا بد أن يكون هنالك من يأويهم. هؤلاء في الشوارع لا ينامون ولا يفققون السيارات في الشوارع. هؤلاء يجدون الكثير من الطرف الآخر من أولئك، يجدون الكثير منهم الذين يأووهم. زرقاوي في كل بيت من بيوتهم وأمثال الزرقاوي. أنت تقول أن هؤلاء مجهولون، مجموعة من التكفيريين، مجموعة من المسلحين المجهولين. من أين جاء المجهولون هؤلاء؟ أين يسكنون؟ في أي منطقة؟ ألم نجد أن زوار أبي عبد الله الحسين كلما مروا بمنطقة ضربوهم، نسفوهم، قتلوهم؟ يعني يريدون أن يفعلوا بشيعة الحسين ما فعل يزيد بالحسين عليه السلام، أن يذبحوا، أن يقتلوا، أن يحرقوا، ثم يرقصوا على أجسادنا وينتصروا. ولكن لا، انتهت مهلته. كما أن صدام لا زال يتحدث وكأنه رئيس العراق، لكن انتهى وقته. هذا البائس، هذا الرجل، هذا البائس الذي يطلب الساعة في المحكمة وفي السر يطلب قطعة كاكاو من الأمريكيين، هذا البائس يدعي أنه لا يزال رئيس العراق، لكن انتهت مهلته. والذين معه والتكفيريون وكل من يأويهم وكل من يغطي على جرائمهم، هؤلاء كلهم انتهت مهلتهم، انتهت